السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي دبري ووفري. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. هنعمل مع بعض بقى بدفور اقتصادي كده حلو قوي. هتعمليه كده وانت واقفه، حاجه كده حلوه تفرح العيال كده مع كوبايه شاي ولا حاجه، وبطريقه سهله وبسيطه خالص. وهنزينه تزيين بسيط كده على قدي، يعني انا ماليش قوي في التزيين، بس يعني برضو ايه، هنزينه تزيين بسيط كده هيفرح ان شاء الله كل البيت يعني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هندخل بقى على الفيديو. المكونات بتاعتي سهلة وبسيطة خالص. أنا معايا كوباية سمنة، نص كوباية سكر بودرة، ومعايا بيضة واحدة، والفانيليا ده مفيش فيه بيكنج باودر ولا أي حاجة، وهيتعمل بطريقة سهلة خالص وبسيطة. أول حاجة بنخل كده السكر البودرة، عشان مهما قعد كده بيبقى دايما فيه تكتلات. والسمنة بتاعتي كانت انا يعني ظبطتها في الكوباية، عايرتها بالكوباية يعني، ودخلتها التلاجة. هتبقى ساقعه، تبقى ساقعه شويه كده، ما تبقاش زي الايه، زي اللي في المطبخ. طبعا احنا عارفين الجو برد وكده كده هي متماسكه، بس برضو انا فكيتها كده على النار لغايه ما عايرت الكوبايه، وبعد كده حطيتها في التلاجة ايه، اتماسكت وسقعت تاني. هضرب بقى بالمضرب حلو قوي قوي لغايه ما السكر بقى كده في السمنه يدوبوا خالص، ويبقوا عاملين كده زي الكريم شانتي كده. هبدا بقى احط البيضه والفانيليا، وبعد كده احط الدقيق ايه، تدريجي كده على حسب ما تاخد. انا خدت معايا حوالي عن كوبايتين دقيق، يعني هما كوبايتين، كوبايتين دقيق بالظبط. خدتهم معايا. انت بقى تحطي بقى الدقيق بشويه بشويه لغايه ما تشوفي هتاخد معاكي اقل هتاخد معاكي اكتر، على حسب تشرب الدقيق للسوائل اللي محطوطه واحنا معنا سوائل كتير قوي في المكونات، يعني مفيش لبن، مفيش زيت سايل، مفيش كده. لا، فهي بقى ايه، على حسب ما هتشرب السوائل اللي اتعملت دي، يبقى انت كده ظبطتي الايه، البوتفور بتاعك. وهنعمله كده انا جيت اعمله بالكيس اللي هو الحلواني ده، فاتقطع مني، فاستعملت القمع بتاعه كأنه قمع عادي زي بتاع زمان يعني. اهو. هقلب بقى كده الدقيق، اخد واحده واحده كده وشويه وشويه لغايه ما يتقلبوا معايا، وبعد كده بقى اشيل بقى الاسباتيوله دي خالص، وهعمل بقى بايدي. تمام. اهو. وبعد كده هبدأ اشكله واسويه، وبعد واجيب بقى شوكولاتة سايحة كده. انا بقى طبعا يعني اتعمل معايا لما انا شكلته، حسيته كده انه عامل زي الحجم العائلي، فعملت واحدة بواحدة، يعني ملزقتش الاتنين في واحدة او كده، لانه حسيت ان هو ايه، يعني يجيب معايا تخين شويه. لو انتوا عايزين انكم انتوا تلزقوا الاتنين في بعض كده زي اللي بيجي من بره، إيه يعني، رفعوا البسكوته شويه، رفعوا البودفوريه شويه. انا عملتها تخينه شويه، فحسيت انها اتنين في بعض هتبقى تقيله قوي. بس كده انا عجنت. هقسم بقى العجينه بتاعتي، واحط بقى على ايه، على جزء كده شوكولاته، واسيب التاني إيه، فانيليا عادي. تمام. وبعد كده بقى لو انا حطيت بقى الشوكولاته وحسيت انها نشفت قوي معايا، زودت لها معلقه سمنه. بدات انخل بقى كده معلقتين كاكاو، حطيتهم كده على العجينه عشان خاطر تبقى شوكولاته. ولما حسيت بقى انها نشفت معايا شويه، زودتها معلقه سمنه، وعجنتها وبقت حلوه وزي الفل. اهو. هعجنها بقى كده واقلبها في بعضها كده حلو قوي. اهو. حطيت بقى معلقه السمنه لان انا حسيت ان الايه، اللي انها نشفت معايا شويه. اهو. بس وتطرى تاني وبتبقى زي الفل. معلقه سمنه بس زياده كده على الشوكولاته وخلاص. هبدا بقى ايه، اجيب الصواني بتاعتي واجهزها. انا ما عامله يعني الصواني بتاعتي، انا احسن حاجه تسويه يعني بالنسبه لي هي الالومنيا، يعني الصواني الالومنيا بالنسبه لي في التسويه، سواء بسكوتات سواء كيكات، احسن الف مره يعني من التيفال والصاج والحاجات دي. اهو. بدأت بقى اشكل. شوفوا الكيس بقى اتقطع معايا. استعملته كقمع عادي زي بتاع زمان كده، بس كده. اهو. هبدأ بقى اشكله كده، اشكلت الاول الفانيليا، وبسيب مكان كده في الصينيه احط فيه شوكولاته، تبقى الصينيه فيها شوكولاته وفانيليا، عشان خاطر اظبط تسويه الشوكولاته بس. اهو. لو وصلتوا لحد هنا بقى، يا ريت تشتركوا لي كده في القناه، وتعملوا لي لايك كده للفيديو. وجودكم دايما بيساعدني، ويا ريت كده الاشتراكات تزيد شويه، يعني بشوف الناس بتتفرج من غير الاشتراك. يعني اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بيبقى دايما فرجة من غير اشتراك. طب ليه؟ يعني اشتملي لي بس اشتراك كده للفيديو، علشان خاطر دعما منكم لينا يعني. اهو.
كده بقى خلاص انا خرجته، وبدات بقى احط الفانيليا لوحده وشوفوا التسويه جميله ازاي. يا دوبك بس خدت لون كده، وفتحت عليه الشوايه وخدت لون ذهبي بسيط خالص. جبت بقى ده شويه بقى ايه شوكولاته، مكعبين شوكولاته كده، سيحتهم على حمام ميه وحطيت لهم معلقه زيت، وبدات بقى احط كده ايه الشوكولاته وفي جوز الهند. عايزه بقى تحط اي نوع مكسرات تاني، انا اللي كان متواجد عندي عملت بيه. وهعمل معاكم برضو بالنوتيلا، النوتيلا اللي كنا عاملينها مع بعض الفيديو اللي قبل اللي فات ده. عملت جزء بالشوكولاته اللي هي المتسيحه دي، وجزء بالنوتيلا، كانت برضو حلوه قوي. وسبت جزء ساده عشان انا عندي يعني جزء في مقسوم في البيت كده ما بيحبش الشوكولاته اصلا. فسبت لهم برضو ايه، ده على حسب بقى ايه جو العيله عندكم، يعني بيحبوا الشوكولاته بس، بيحبوا الفانيليا بس، على حسب بقى، بترضي بقى كل اللي موجودين. يعني انا عندي ابني وبنتي ما بيحبوش، واحنا ثلاثه بنحب الشوكولاته، فسبت جزء للي ما بيحبش الشوكولاته لوحده، وسبت وعملت الباقي عادي اهو. برضو كده اللي هي بالشوكولاته دي غطستها كده في الشوكولاته، واحطها في جوز الهند. وبجايبه بقى كيس تلاجة فاتحاه كده، واحطها على طبق، وبحط عليه عشان خاطر يبقى نضيف كده، مجرد ما يمسك كده وينشف خلاص، يبقى كده خلاص، يبقى الموضوع انتهى. انما لو حطيتيه على طبق، الشوكولاته بتلزق في الطبق كده ومش بتبقى حلوه. انما كيس التلاجة لا، ما بتلزقش فيه ولا حاجه، وبتفضل في البسكوته بتاعتك اهو. انا فتحت الكيس كده وحطيته على طبق، لان انا هعمل حاجه بسيطه يعني اهو. دي بقى النوتيلا اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. بدأت بقى حبيت ان انا الزق يعني اتنين في بعض كده، زي بتاعه المحلات. بس انا زي ما بقول لكم البسكوته يعني الفرايه طلعت معايا تخينه شويه، فحسيتها زي كانها حجم عائلي كده. فقلت رجعت في كلامي بقى تاني، وقلت اسيب واحده بواحده كده اهي. يا ريت يا حبايبي يكون عجبكم الفيديو بتاعي كده، يكون فيديو خفيف عليكم، ويكون الوصفة كده اقتصادية وسهلة وبسيطة، اي بنوتة كده تقوم تعملها. ويا ريت بقى زي ما بقول لكم كده تحطوا لي اشتراك كده في القناة، ولايك كده للفيديو، عشان خاطر القناة كده تزيد وتكبر كده، واكبر عدد من الناس يشوفوها اهو. بس كده حطيتها بقى، حطيتها كده في النوتيلا، وحطيتها دي النوتيلا زي ما بقول لكم اللي احنا عاملينها مع بعض الفيديو اللي قبل اللي فات ده اهو. حلوة قوي وجميلة، وبتقعد كده في التلاجة، بتعملي بيها كل اللي انت عايزاه، سندوتشات للعيال كل حاجة، ومكوناتها برضو سهلة وبسيطة اهو. ده كده الفيديو بتاعي يا حبايبي، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.